بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل لمحمد وآل محمد وعلى أصحابه أجمعين. يديكم الصحة والعافية ومرحب بكم في مطبخ ريموندا. وإن شاء الله تصوموا وتفطروا على خير بإذن الله تعالى. اليوم حبيت أعمل لكم شيش كباب، ولا كباب شيش كباب مشوي بالفرن. ويديكم العافية وإن شاء الله ينال إعجابكم ورضاكم. وما تنسوا الاشتراك في القناة ومتابعة الفيديو حتى النهاية لتصلكم المعلومة بإذن الله تعالى. وما تنسوا الشير واللايك والكومنت تحت الفيديو. وإن شاء الله يتقبلوا منا ومنكم بخير بإذن الله تعالى. هنا بحتاج ل الخضروات اللي هو ممكن تضيف أي خضروات عندك في البيت. اللي هو عندي هنا الفلفلية الخضراء والفلفلية الحمراء والبقدونس والليمون والبصل. وهنا عندي كيلو لحمة مفرومة، ده هو أساس الكباب. وطبعا اللحمة لازم تكون فيها شحم، ما تكون خالية من الشحم، لأنه عشان الشحم هو سر الكباب المشوي بالطريقة دي. وممكن تزيدي برضو من الفلفلية الصفراء وبعض من الخضروات اللي بتعجبك ممكن تضيفيها في الكباب، بتدينا نكهة جميلة جدا جدا وطعم لذيذ جدا جدا. وطبعا هو الشيش كباب يعني محبب وطبعا محبب لكل الناس وفي كل العالم. وهنا بيحتاج برضو للتزيين للطماطم والشطة الخضراء. والشطة الخضراء هي طبعا اختياري. وطبعا لما نعمل أفرم المكونات كلها، وبقوم بسحن واحدة من الشطة مع الخضروات والثوم برضو، فبسحنوا مع بعض يلا عشان يدونا نكهة جميلة جدا جدا. وطبعا الشطة دي اختياري، لكن طبعا أنا بحبذ الشطة عشان بتديك طعم جميل جدا جدا. وإن شاء الله ينال إعجابكم بإذن الله تعالى. وهي طريقة مختلفة شوية، مختلفة يعني شوية في تكوين المواد والأداء. هنا عندي خشب اللي هو خشب بتاع الفرن، وعندي هنا ده جبت أنا، وبقوم شنو بضع الخشب كله في الأناء، وبقوم بضيف عليه موية باردة. بضيف عليهم موية باردة ليه؟ عشان شنو الخشب ما يتحرك معاي في الفرن. بالطريقة دي بكون مرطب تمام. يلا بخليه لمدة ساعة ولا نص ساعة. هنا قطعت الخضروات بتاعتي اللي هو البصلة والفلفلية الخضراء والحمراء. وبقوم شنو بجيب الخلاط الكهربائي، بقوم شنو بنزلهم في الكهرباء، بنزلهم في الخلاط الكهربائي وبخلطهم خلطة خفيفة، يعني ما بخلون لما يكون ناعمين، يعني يكون دراش. الخلطة ذاتها تكون مرة ولا مرتين عشان بس يكون دراش، ما يكون ناعم شديد. ليه؟ عشان بعدين أصفي منه الموية. وضحت الخضروات ووضحت البقدونس بالطريقة دي، والشطة الخضراء شايفينها كيف. وهنا بقوم شنو بخلط خلطة خفيفة، يعني مرة كده مرتين، عشان شنو بعدين ما تكون ناعمة، تكون بالطريقة دي. شايفينها كيف تكون بالطريقة دي. ده المكونات بتاعت الخلطة تكون بالطريقة دي ما ناعمة. شايفينها كيف. هنا بقوم شنو بجيب الآناء تاني، وبقوم بضع عليه اللحمة المفرومة اللي هو كيلو. أنا بكتب لكم طبعا المقادير كلها كاملة بالضبط كده في صندوق الوصف بإذن الله. بتركه على جنب، وبجيب آناء تاني صغير بقوم وضع عليه المصفى، وبقوم شنو بضع الخضروات بتاعتي بالطريقة دي، بنزلها كلها عشان شنو أصفي الموية بتاعت الفلفلية الخضراء والحمراء وباقي المواد التانية. صفيتها وخليت الموية على جنب لأنه بحتاج لها بعدين. جبت هنا الخضروات بقت ناشفة من الموية، وقمت وضعتها على على اللحمة. هنا دي عندي البهارات بتاعتي. البهارات هنا بحتاج لشنو؟ لزيت
لزيت وبعض من البابريكا اللي هو الفلفلية الحمراء الناشفة، وعندي هنا الكاري، وعندي فلفل، وعندي كزبرة، وعندي توم. وطبعا البهارات دي على حسب الرغبة بتاعتك. وعندي برضو هنا ملح. شايفينها كيف؟ هنا جبت المكونات بتاعت اللحمة الخضروات، بضيف عليها البهارات اللي هو دي الكاري، وبضيف أيضا البابريكا الجافة اللي هو الفلفلية الجافة الحمراء. وعندي هنا ده برضو الفلفل الأسود. بكتب لكم المكونات في صندوق الوصف إن شاء الله بإذن الله. دي عندي هنا كزبرة، زي ما قلت لكم ممكن يعني على حسب الرغبة بتاعتكم بتضيفي البهارات أو البهارات المتوفرة عندك. عندي هنا ده الملح. عندي هناك برضو شنو التوم. التوم هنا أنا ما خطيته معاه. ليه؟ لأنه عشان دايرة طازة يكون طعمه جميل. بقوم شنو هنا بسحنه بالطريقة دي، بقوم أضوي على الخليط بتاعي أو المكونات بالطريقة دي، وبضيف حبة زيت، حبة بسيط، لأنه اللحمة فيها شحوم. ويا حبذا لما انت قمت تشتري اللحمة والشحم براو، الشحم بتاع الخروف ممكن تشتريه براو وتيجي بعدين تدمجه مع اللحمة المفرومة كده، بيديك نكهة جميلة وحلو جدا جدا وشكل جميل. هنا بلخبط المواد او بمزج المواد بالطريقة دي. شايفينها كده انا مزجتها حتى تتفك من اليد، ما تكون ملصقة وما في اي موية، عشان شنو لما نجي احطها في الخشبة تكون متماسكة. اللي هي دي لحمة مفرومة متماسكة مع الخضروات. بقوم شنو بغطيها بنايلون، سلك النايلون، وبقوم بخدها لمدة ساعة في التلاجة حتى تتماسك. ودي عندي هنا الموية بتاعت الخضروات بتاعتي، بضيف عليها ملعقة صغيرة من الملح بالطريقة دي. وشنو بقوم أضيف عليها ملعقة كبيرة من الصلصة الجافة بالطريقة دي. وشنو بقوم بخلطهم بمزجهم. ده بعدين انا بعدين بمسح بيه الشيش كباب او الكباب المشوي، بمزجهم كده بالطريقة دي، فبضعهم على جنب. هنا بجيب شنو اللعوات بتاعتي، بصفيها من الموية، بصفي اللعوات من الموية، وبجيب اللحمة اللي هو تركتها لمدة ساعة في التلاجة حتى تتماسك وبعدين تدينا طعم جميل. ودي اللعوات بقوم شيل هنا عشان اللعوات بتاعتي دي صغيرة، المقاس الصغير. بقوم بشيل 4 عواد، يعني 4 أعواد، وبخطهم مع بعض عشان شنو اخد فون اللحمة تجيني بطريقة جميلة ولذيذة. شايفين كيف؟ بالطريقة دي انا شلت 4 عواد عشان العواد بتاعتي دي النوع الصغير ما النوع الكبير. ولازم تتخطي في موية باردة عشان شنو ترطب، عشان لما تدخل الفرن ما تتحرق معاي جوا الفرن. بالطريقة دي بشيل كمية من اللحمة وبضعها في الخشب بالطريقة دي. والله يعني الفكرة جميلة. وبعدين البهارات ذاتها تديك الطعم واللذة بتاعت الشيش كباب. شايفين بالطريقة دي انا خطيتها. يلا بتكون شكلها بالطريقة دي. بقوم بجيب هنا الصينية بتاعت الفرن بتاعي والسلك الشايك بتاع الفرن، بقوم برص فيه الشيش كباب ولا الكباب المشوي. شايفين كده بالطريقة دي انا رصيته. بالطريقة دي انا رصيته. يعني ما تخلوا الكباب يكون في الفرن لفترة طويلة عشان ما يتشقق معاي. وبعدين خليه مثلا يعني الفرن يكون يعني ما يكون شديد عالي شديد، عشان شنو ما تستوي معاي بطريقة جميلة بالطريقة دي. يلا حقوم شنو اجيب الصلصة بتاعتي ولا الموية بتاعت الخضروات الجبال انا عصرتها، اللي هي موية البصل والبابريكا اللي هو الفلفلية الحمراء والفلفلية الخضراء، ومعاها معاها الشطة الخضراء والصلصة، وكبيت فيها صلصة ملعقة صلصة وملح. شايفين بالطريقة دي بقوم شنو بقوم بدهن الشيش كباب بالطريقة دي، بدهنه كله. دي الواجهة الأولى بدهنه كلها. وطبعا لما ندخل الفرن لازم الفرن يكون على 220 درجة حرارة لمدة 15 دقيقة. أنا هنا قمت وضحت الواجهة الفوق، يعني فتحت الفرن في العين الفوق
خليت لما استوت وقمت قلبتها وجيت مسحتها تانية. يلا هنا ده الشكل النهائي للشيش كباب، وزينته بالشطة الخضراء والطماطم، وعندي هنا الليمون وال ال- ال- البقدونس جنبها. وهنا ممكن تتاكل بالعيش العيش التركي، ولا العيش العراقي، ولا ممكن بالتورتيلا. بالطريقة دي شكل النهاية. إن شاء الله ينال إعجابكم ويديكم الصحة والعافية. وما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل يوم جديد إن شاء الله بإذن الله تعالى من مطبخ أم ريموندا. وتصوموا وتفطروا على خير بإذن الله تعالى. شكرا لكم.